السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع كما العادة. كي دايرين خواتاتي لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير في احسن ما يرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إن نفسي طرفة عين. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا اله الا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. خواتاتي كنتمنى أي وحدة من اللي تسالي من الصلاة ديالها تختمها بلا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خواتاتي ما شاء الله إلا قلتوها دائما في آخر الصلاة ملي تساليو الصلاة ديالتكم، وما تنسوش آية الكرسي. آية الكرسي في أي صلاة ساليتوها تختموها بآية الكرسي. خواتاتي راه ما شاء الله النهار كامل ما تقيسك اختي حتى حاجه، لا انت لا وليداتك لا الدار ديالك. خواتاتي كما كنقول لكم الدار ديالتكم كتقولوا لي ديما تتكون مرونه. علاش مرونه؟ غادي نقول لك اختي علاش مرونه. المهم ما تنسيش واحد الاشتراك والضغط على الزر باش يوصلك الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. الدار كما كنعرفوا الدار ديالنا وديالك انتي وديالك انت وديال اي واحد، ودارنا هي دار الاخره. الدار ديالك اختي تيكونوا فيها جوج عمار ديال الدار، كاينين المسلمين وكاينين الشياطين. في حاله ما الا ما شعلتيش سوره البقره يوميا والدار ديالك ديما يعني فيها طاقه ايجابيه، اختي راه هاد الشياطين هادي كيغلبوا على العمار ديال الدار كما كنقولوا موانين المكان. اما الا كنتي ديما دارك القرآن شاهل، اللسان ديالك معطر بذكر الله، طاقة إيجابية، الوليدات كلهم طاقة إيجابية، معلمهم القرآن الكريم بالصلاة بأي حاجة، اختي راه العمر الدار المسلمين وين مكان راه ديما حاضينك الحبيبة. في حالة ما إلا ما كنتي تديري حتى حاجة كما كيقول لكم كما كيقول الله سبحانه وتعالى لا تجعلون بيوتكم كالمقابر. شعلوا سورة البقرة على الأقل يومين في السيمانة. وما تنسوش خواتاتي البخور اللي مزيانه للدار. حيدوا لي من هذيك البخور اللي كتمشيو تشرو واحد البخور بخور ما هياش تقولي راه ريحته زوينه ولكن راه ما هياش. البخور اللي خاصكم ديروا وهي انا غادي نوري لكم الفيجل ها هو دايره في الطوموبيل. غادي نوريو لكم ها انتم شوفوا الفيجل دايره في الطوموبيل. المهم الفيجل راه عطيتكم الوصفه ديالو. في حاله ما السيدات اللي كتقول لك اختي الزوج ديالي نجري عليه من بلاصتو باش انا ندير الوصفه، غادي نعطيك اختي طريقه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا كان عندك وليدات صغار وما يعني ما عندوش كيفاش يعني ديريها في بلاصتك، غادي نوري لك طريقه اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كنقول لكم آية الكرسي كتبوها في 4 الورقات. ها انتم آية الكرسي 4 الورقات بيضين غير مسطرات. هذه آية الكرسي. قلت لكم ديروها في القناة ديال الدار. آية الكرسي اختي غادي تحميك يوميا اختي غادي تحميك آية الكرسي. راه ما شاء الله آية الكرسي ديري 4 الورقات غير مسطرات وكتبي فيهم آية الكرسي ورشيهم بماء الزهر ولا الماء الورد، ما عندكش خليها غير في حالك. المهم آية الكرسي ديروها في القناة ديال الدار، راه للبيع للشراء لأي حاجة كانت عندك معكسة آية الكرسي ديريها اختي في القناة ديال الدار، تنيها في حالك على شكل 4 بحال هذا الشكل هذا، وديريها في ركاني ديال الدار. كل ركن ديال الدار غادي ديري فيها آية الكرسي، يعني لداخل الدار ماشي خارج الدار، لداخل في الدار، يعني القناة اللي عندك في الدار، القناة ديال الصالون، القناة ديال المهم القناة ديالك ديال الدار ب4. الدار راه عندنا اي دار فيها 4 القنات، ما كايناش شي دار اللي فيها 6 القنات. 4 القنات غادي ديري آية الكرسي.
الفيجل اختي، الفيجل كيفاش غادي ديري ليه؟ انا غادي نوري لكم فين دايره الفيجل والقرنفل اللي قلت لكم ديروا القرنفل من تدخلوا شي خدمه، اي خدمه كانت عندكم ومشيتوا دخلتوا ليها وما كتحاملوش مع الخيفي، كتخاصموا مع اللي معاكم، واللي مخاصمه مع راجلها، واللي مخاصمه مع ولادها. كيما عطيتكم هذاك النهار قلت لكم القرنفل ها هو دايره عندي في الطوموبيل. فيما حسيت راسي بان هذوك اللي معايا كيشوفوا فيا بعين خايبه ولا ما كيتعاملوش معايا مزيان، ها نتوما يا ولا بغيت شي حاجه من عند الخيفي، شي حاجه بغيت نطلبها منه، ما غاديش نمشي غدا، اي حاجه كناخذ القرنفل وكنديرو تحت اللسان ديالي وكنقرا الايه القرانيه من سوره الشعراء، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، وكنديرها تحت اللسان ديالي وكنخليها وانا كنقرا. وآية الكرسي ما تنسوهاش، ديروها في القناة ديال الدار. الفيجل اختي، الفيجل في هاد اواخر شهر رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. الفيجل اختي كيفاش غادي ديري ليه؟ هانتوما انا غادي نوري لكم. هانتوما الفيجل اختي غادي تمشي عند العطار وغادي تقولي لي عطيني الفيجل، ها هو في الاخضر، اللون ديالو خضر ماشي زرق. هانتوما الفيجل اللون ديالو اخضر، غادي تمشي عند العطار غادي تقولي ليه بغيت الفيجل، ملي غادي يقول لك ها هو هزي حفنه بايدك كما كنقول لكم البنات، وياكم ديو درهم ولا 40 ولا تقولي لي دير لي 40 ولا 60 ولا 50، هزي الحفنه بيدك اليد اليمنيه، غادي دي الفيجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. عوض اختي ليله القدر باش ديري شي بخور اخرى، ديري الفيجل اختي وتفكريني. ما شاء الله يا اختي الفيجل، اي حاجه كانت عندك معكسه يا اختي بالفيجل اختي غادي تفكليك ان شاء الله الرحمن الرحيم. وراكم عارفين شهر رمضان المبارك، اي واحد كيسحر لشي حاجه راه ما كتقدها ليه حتى حاجه، حيتاش الملائكه ديما معاك في شهر رمضان، ما كاينش شي سحر ولا شي حاجه. المهم استغلي الفرصه في هاد اواخر شهر رمضان، ديري الفيجل ليله القدر، ولا المهم هاد الايامات ديما فيما فطرتي سيري شعلي المبخره ولا ديريها في المقله وتبخري يا اختي بالفيجل. هانتي عوض ما ديريها تحت الوساده كما قلتي لي الزوج ديالي نجري عليه ولا شنو ندير، المهم عوض ما ديري تحت الوساده تحت الخديه، ديري يا اختي الفيجل، سيري عند العطار وهزي حفنه بايديك وقول لي عبار شحال هذا الشيء، وجيبي الفيجل ديالك وقراي عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم آية السحر اللي عندي اللي غادي نخليها لك في صندوق الوصف، راه في العنوان ديرها لكم بايدي في صبعي بحال هذا الشكل هذا، نزلي لتحت وقراي. وما تنسيش اختي شوفي الفيديو غير بشويه عليك بشويه عليك، وما تنسيش هذاك الاشهار حتى هو شوفي باش تستقلك الوصفه. اجي غادي نوري لكم قبل ما يسالي الفيديو فين دايره. هانتي الفيجل اختي وتبخري به ليله القدر، بخري وليداتك، بخري مالين المكان اختي باش هذوك الشياطين ما يبقاوش عندك في الدار نهائيا يدوروا، ولو عندك عمالين المكان. رانا شرحت لكم العمار الدار راه كاينين جوج، كاينين الشياطين وكاينين المسلمين. اما الا شعلتي سوره البقره راه كتقهري الشياطين، ومالين المكان يفرحوا تيقولوا هذا السيد هذا مفرحنا وديما القران كيبقاو يعني رادين لك البال في الدار. هانت يا اختي الفيجل اجي غادي نوري لكم فين دايره ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هو عندي في الطوموبيل. هانتي اختي شوفي هانتي اختي ها هو الفيجل، شفتي الفيجل ها هو فين دايره، والقرنفل ها هو، وها هو القرنفل تا هو فين دايره، شفتي يا حبيبه. هانتي الفيجل والتمر عندي، هانتوما يا البنات البركه، شفتوا البنات هانتوما الفيجل اختي هزي معاك حتى في الطوموبيل ديري بحال هذا الشكل هذا. المهم البنات ما شاء الله عليكم وتبارك الله عليكم، كما قلت لكم ما تنسوش الله يرضي عليكم بارطاجي لحسنة جارية، والدال على الخير كفاعله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. دوزوا اختي بخير ومع السلامة في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما شاء الله عليكم الفيجل راه ما شاء الله ما ديري حتى تبخيره الا الفيجل ولا